السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وعود عليكم الايام كده. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم جولة سريعة كده بديكور بسيط عملته في الشقة تحت عند حماتي. يا رب يعجبكم. انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم في الفيديو، كنت حابة انزله لكم من بدري عشان تاخدوا منه افكار لو حابين، بس للأسف كان عندي مشكلة في تليفوني، وده اللي كان مانعني الفترة اللي فاتت ان انا بنزل لكم فيديوهات. النهارده باذن الله هبدا معاكم الفيديو كده، وهناخد مع بعض جوله سريعه، وتعالوا اقول لكم الحاجات المشتريات اللي كنت شارياها معاكم انا حطيتها ازاي واستخدمتها ازاي. طبعا ده بعد ما كنت فرشت ونضفت التنظيف العميق وشلت فرش الركنه والحاجات دي كلها، بس ما حبيتش ان انا احط لكم المقاطع دي في الفيديو علشان خاطر ما اطولش عليكم. انا كنت نظفت وغسلت كل حاجة وغسلت السجاد بتاعي ومسحت الحيطان وعملت كل حاجة، قلت بس ان انا ارتب معاكم الديكورات على السريع كده. اول حاجة ده المفرش ده انا شارياه 3 قطع، هو والمفرش الكبير الرانر ده، ومعاه كمان 2 تاني صغيرين هشوفوني هحطهم دلوقتي ب120 جنيه. الصينية دي اللي انا كنت عملتها معاكم ما خدتش معانا وقت ومنزله لها فيديو، لو حابين تعرفوا الفكرة بتاعتها هسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف. وده الفانوس اللي كنت شارياه معاكم، والبوت بتاع الزرع، والطبق بتاع اللي على شكل الهلال والنجمة، والبلح ده برضو اللي كنت عاملة معاكم فيديو ليه ازاي حشيناه. اول حاجه كده بدات ان انا احط الخداديات بتاعتي. انا قلت لكم زي ما قلت لكم كده ان انا كنت معتمده اللون الجولد عندي في الديكور بتاعي، فجبت كل حاجه فيها جولد. جبت الخداديات فيها اللون الجولد ده، وجبت المفارش الرنر اللي انت شايفينها الفرو ده. حبيت ان انا الصراحه كان في ديكور معين في دماغي اللي هو على شكل رمضان كده، بس دورت عليه كتير ما لقيتهوش. وده طبق التسالي زي ما انتوا شايفين كده، الطبق اللي هو هنحط فيه اليميش والحاجة، بس انا حطاه فاضي دلوقتي، يعني كنت لسه بفرش وبعد كده مليته يميش وبلح وحاجات من حاجات رمضان. ودي طاولة المسحراتي برضو، والمشتريات دي كلها انا كنت عاملة معاكم بيها فيديو وقايله لكم على اسعارها وانا جايباها بكام. ما كانتش حاجات غالية قوي، بس ادت معايا في الديكور حاجات حلوه. ودي المصليات بتاعتنا طبعا عشان صلاة التراويح، غسلتها كلها وخليتها جاهزة وحطيتها على الرف زي ما انتوا شايفين كده، لان احنا ما بنبقاش فرد بس في البيت، يعني بيبقى عندنا ضيوف والكل عايز يصلي، فغسلتهم وجهزتهم كده. نيجي بقى للركن الجميل ده، الركن اللي هو بتاع الصلاة. فانا حبيت ان انا احط فيه الديكورات البسيطة دي. علقت اهلا رمضان اللي وريتها لكم فوق، وجبت الخداديات الكوشن بتاعتي دي كده وحطيتها، وحطيت عليها حبل النور زي ما انتوا شايفين كده. حبيت ان انا اعمل حاجات بسيطة، يعني ما حبيتش ان هو يكون فرح بنت العمدة، يعني انا حبيت ان هو يكون ديكور بسيط كده ورقيق، وبيدي لمسة حلوة بقى لما بتطفي النور وتقعدي كده، بيديكي احساس حلو يعني. حطيت المصلية كده زي ما انتوا شايفين في الركن ده، بس ما حبيتش ان انا احط المصحف في الارض، حبيت ان انا شايلاه على جنب يعني، بس وقت ما بنيجي نصلي واللي عايز بيستخدمه بنجيبه. بعد كده جيت على الديكور بتاعي ده ومشيت عليه حبل النور علشان اقدر ان انا اوصل لستارت النور اللي هتشوفوها معايا دي كهربا. ده المفرش التاني اللي هو انا قلت لكم ان انا جبت الرانر ده، جبت معاه مفرشين، هو المفروض ان هو الاتنين كومودين وتسريحة، يعني الترابيزة كبيرة واتنين طقطوقة صغيرة كده، فانا حطيت الكبيرة على الترابيزة وحطيت الاتنين صغيرين زي ما انتوا شفتوني حطاهم كده. ودي الستارة بتاعت النور اللي قلت لكم انا هشتري ستارة. الستارة دي جايباها ب220 جنيه، وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده. قعدت ان انا ارتب فيها، بس طبعا انا ما حبيتش اطول عليكم، انا حبيت اجيب لكم المقاطع كده بعد ما خلصت الديكور كله علشان تشوفوه معايا. افكار بسيطة بس ادت ديكور حلو اوي للأوضة. لما بنطفي النور كمان بيبقى الجو جميل جدا. دي الستارة دي انا جايباها ب220 جنيه. طبعا انا قعدت ان انا اعدل فيها علشان خاطر اخليها ان هي ما تكونش ظاهرة. زي ما انتوا شايفين معايا كده حطيت كل حاجة في مكانها، وحاجات بسيطة جدا.
انا عايزه اقول لكم على حاجه، يمكن لو الصوره جت على الحيطه انا كنت هعمل ديكور في الحيطه، بس ما حبيتش برضو زي ما قلت لكم ان انا اخليه كتير عشان ما تبقاش الدنيا زيطه، يعني حبيت ان هي تكون حاجات بسيطه كده. بس ان شاء الله باذن الله فرش العيد، وصدقوني باذن الله اوعدكم ان انا هنزل لكم فرش العيد بدري. في فرش العيد هغير ديكور الاوضه دي خالص، وهجدد لها فيها. اتمنى 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 بس ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وان انتوا تقولوا لي رايكم في الفيديوهات بتاعتي اللي انا بقدمها لكم ايه، ورايكم في الديكورات اللي انا بحطها، هل هي كده حلوه ولا لا. انا بحاول ان انا ابسط نفسي واغير في المود وفي جو الشقه بحاجات بسيطة، يعني حاجات مش شرط ان انا اكلف نفسي قوي، بحاجات بسيطة خالص. ان انا غيرت الجو، ان انا عملت لها اجواء حلوة تفرح وتتبسط بيها في رمضان. يا رب تكون فرحانة، وكل حاجة بعملها لها كده بتفرحها وبتبسطها. بصراحة يعني كفاية عليا دعواتها ليا، وكفاية يعني ان هي في كل خطوة وفي كل حاجة بعملها بتدعيلي. دي حاجة في حد ذاتها بتفرحني، بتخليني بكون يعني مهما بتعب او مهما بقدم حاجة بيكون فيها تعب ومجهود، بنسى اي تعب انا بعمله، وبنسى اي حاجة انا بعملها قصاد الكلام الحلو اللي هما بيقولوه لي. يا رب الفيديو النهاردة بتاعي يكون عجبكم، وان انتوا تكونوا استفدتوا منه. انا عارفة ان هو فيديو بسيط جدا مفيهوش اي حاجة، بس ان شاء الله باذن الله تستفادوا منه. طبعا انا زي ما قلت لكم انا كنت موريه لكم المشتريات بتاعتي كلها والحاجات بتاعت السنه اللي فاتت، بس انا اخترت حاجات بسيطه جدا ان انا احطها. ان شاء الله باذن الله في فرش العيد هغير لكم الديكور ده خالص، وهتشوفوا معايا حاجه يعني فوق الخيال. تشوفوا معايا حاجة حلوة ان شاء الله بإذن الله عجبكم. اهم حاجة ما تنسوش اللايك، اللي وصل لحد النقطة دي يقول لي ان المفرش بتاع الترابيزة حلو، وان الفانوس عجبه، وان كمان الهلال والنجمة دول عجبوه، وان هو يحطوا لي. ما تنسوش ان انتوا بقى ان انتوا تحطوا لي لايك. وعلى الجزامة دي او المراية دي حطيت المفرش، وحطيت علبة المناديل كده علشان اللي حابب ان هو يستخدم المناديل. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان ده بيت عيلة، فالواحد يعني بيحب يعمل فيه كل حاجة حلوة، وفي نفس الوقت حاجات اللي هي تنفع ان هي تكون عملية مع استخدام الاطفال، يعني اللي خارج واللي داخل. ف ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. ومش حابة ان انا احط لكم على الفيديو موسيقى او اغاني رمضان او كده، علشان بيجيلي عليه حقوق طبع ونشر، بس كان نفسي ان انا مسجلش على الفيديو وان انا احط لكم عليه اغاني رمضان، كانت هتبقى اجواء احسن يعني. بس للاسف ان اليوتيوب بيرفض الحاجات دي. بصوا بقى بعد ما طفينا النور والجو هادي كده، وتقعدي بقى في الجو الهادي الشاعري ده جميل. انا برضو عامله ديكور في الصاله اللي بره، بس علشان خاطر يعني في حد قاعد بره فما حبيتش اتطفل عليكم. يا رب الفيديو النهارده بتاعي يكون عجبكم، وان انتوا تكونوا استفدتوا منه. اي حاجه من الديكورات اللي انا حطاها هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها في صندوق الوصف تحت. ما تنسونيش بلايك حلوه زيكم، ودعوه حلوه من قلبكم ان انتوا تدعولي ان ربنا ييسر لي اموري يا رب، ودعوة حلوة من قلبكم. ما تنسوليش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، قناة اهل الدار، علشان خاطر قناتي تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله.